في مثل هذا اليوم من عام 1833 اجتمع رجال الجزائر من كل حدب وصوب تحت سماء معسكر رغم مطاردة الاستعمار الفرنسي ونيران قواته التي كانت تلاحقهم، لكن قلوبهم كانت مشتعلة بنور الحرية، متحدة تحت راية واحدة، راية المقاومة. في لحظة تاريخية سجلت بأحرف من ذهب ارتفعت أصوات التكبير وزغردة النسوة، وامتدت الأيدي على المصحف الشريف لمبايعة رجل حمل أمانة أمة كاملة على كتفيه. لم يكن هذا الرجل مجرد قائد عسكري، بل كان روح الجزائر الحية، الأمير عبد القادر بن محي الدين. ولد الأمير عبد القادر في عام 1223 هجري في قرية القيطنة قرب مدينة معسكر غرب الجزائر. نشأ في أسرة عريقة تنتمي إلى الطريقة القادرية الصوفية، وهي أسرة اشتهرت بالعلم والتقوى. والده الشيخ